مساء الخير متابعينا الكرام. أجمل لقطة تشاهدوها في 2025. رئيس الجمهورية يكرم صاحبة المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا. تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وتوجه رسالة إلى أعداء الجزائر والذين يتربصون بنا. نحن لا نقبل الأيادي ونحن لا نقبل الأرجل ولا نركع إلا لغير الله. الطريقة التي تعامل بها رئيس الجمهورية مع الفائزة بالمرتبة الأولى وطنيا مثيرة للجدل، حيث نقلت العديد من المواقع الإخبارية هذه الطريقة واصفة إياها بأنه ليس رئيس للجمهورية بل أب حنون على أبنائه وأطفاله. كما تشاهدون في هذه الفيديو وفي هذا المقطع متابعينا الكرام، كلام جانبي مع المتفوقة الأولى وطنيا واستقبال حار رفيع المستوى وهدية ميدالية ذهبية غالية جدا جدا ومبلغ مالي أيضا للمتفوقة الأولى في شهادة البكالوريا. نحن لا نتحدث على الإنسانة هذه المتفوقة التي وصفت بأنها نابغة أو داهية، التي تفوقت هي الأولى وطنيا والأولى في تاريخ الجزائر منذ بدء البكالوريا. يعني باش نوضح لكم الصورة، لأنه تعرضت لكثير من الانتقادات حول يعني طريقة استقبالها. قال لك علاش هم يستقبلوها بهذه الطريقة؟ باش تعرفوا الحسد وين وصل عند الجزائريين. بعض الجزائريين حسدوها لأن يتم استقبالها سواء من طرف الوالي أو من طرف السلطات العليا، وكي داروا لها كورتاج الخطرة اللي فاتت. وايضا هذه الخطره هذه قال لك سي بون استقبلوها وكرموها، علاش راه يزيد يكرموها. اذا في هذه الصوره رئيس الجمهوريه راه يعطيها هنا راح يكرمها بميداليه ذهبيه طبعا للمتوجه الاولى على مستوى او في تاريخ البكالوريا في الجزائر. راني نقول لكم ما راهيش فقط متوجه الاولى في تاريخ او في البكالوريا لسنه 2024 25، بل في تاريخ الجزائر هي المتفوقة الأولى متابعينا الكرام. وكما قلت اللقطة التي أثارت اللغط وأثارت الجدل ووصفته بأنها أقوى لقطة لسنة 2025 تثبت بأن هذا الرئيس عبارة عن أب لهذا الشعب. خويا، تكون إنسان متفوق، تكون قارئ، تكون مثقف، تكون هارب وتخدم الجزائر، الدولة الجزائرية تحبك وتحطك طبعا في أعينها. أما تكون إنسان فالس وإنسان ما عندك حتى فايدة في المجتمع، إنسان فقط راك محطوط من أجل أن تدمر هذا المجتمع، خويا عليك وعلى البياري والسقلة والكف والقزولة باش تتربى. هذه هي من الآخر، هذا هو شعار الدولة الجزائرية. خويا تحب تكون فرد فعال في المجتمع كما هذه ما شاء الله متفوقة الأولى في تاريخ البكالوريا في الجزائر، تم تكريمها وتم طبعا يعني بطريقه رائعه جدا. اني قلت لك كل الصفحات تتكلم عليها وكل الصفحات تهضر عليها كما راكم تشوفوا متابعينا الكرام. الف مبروك لهذه المتفوقه والف مبروك لها، وان شاء الله نتمنى لها بالتوفيق وتقرا في الامريكان وتقرا في الجزائر. ليسونسيال تبقى جزائريه ومفرحتنا ومشرفه طبعا الدوله الجزائريه باكملها، ماشي فقط والديها اللي طبعا احسنوا التربيه. المهم خوتنا ما تنساوش اللايكات والبارطاج. السنغولي كحل وتألم. السلام عليكم.